بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. يا ريت نحط اللايكات ويلا هنعمل غدا النهارده سمك مشوي على طريقتي بطريقه سهله وبسيطه جدا. كان عندي رز من بتاع المحشي، كان باقي حاجه بسيطه كده معايا. اسكت انا مسكتش، عملت رز بتقليه جنب السمك يجنن طعمه خطير جدا. وعملت جنبه رز ابيض ومعايا سمك بوري وسمك بلطي. هنعمل الخلطة بتاعته ونجهزها على جنب قبل ما نطلع نشويه. زي ما انتوا شايفين كده، معلقتين من التوم كبار قوي، وملح وفلفل وسبع توابل. وهنزل عليه بتلات اربع معالق كبار من عصير الليمون، واقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه حلو قوي مع الملح. وهنزل عليه بكزبرة وجزر. حابين ان انتوا تفرموا الكلام ده كله في الخلاط عادي هيبقى حلو، بس انا عملته بجد كان خطير جدا. وكنت مجهزة السلطة ومقطعة لها الخيار. نزلت عليها بحبة من الكزبرة وحبة من الجزر المبشور وعصير ليمون وملح وكمون. وكان في منتهى اللذاذة زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن، اللهم امين. كل سنة وانتوا طيبين، ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. حط اللايك يا عسل انت وهي، ويلا شجعي واعملي معايا الغدا القمر ده. زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله السلطة بجد طعمها تحفة. عملت السلطة زي ما انتوا شايفين كده، وحضرت الاكل بتاعي بالقمر والجمال اللي انتوا شايفينه دوت. رز بتقليه اللي فايض مني من المحشي، كان طعمه خطير جدا جدا وكان طعمه هايل. وسمك بوري وسمك بلطي. وعملت السلطه وشرايح من الليمون كده والشط عليه، وكان يجنن بجد. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.